السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاب الصغير محل الشيخ العطارين. النهاردة الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات الرز البسمتي. عملنا الكبسة، عملنا البرياني، عملنا البخاري، والنهاردة المندي. المندي يعتبر برضو نفس التركة، بس ما بيضافلوش الكركم. الكركم بتاعه بيبقى نسبة قليلة قوي. بيضاف له زعتر، ودي حاجة غريبة عن المعتاد. بيضاف له بابريكا، بالاضافه ان هو كمان بياخد اللون بتاعه عن طريق برضو اللون التطرزين بعد السوى. الرز المندي من الحاجات الجميله جدا جدا، وريحته حلوه عشان خاطر الزعفران اللي فيه. ده اللي هو بنقول عليه الرز اليمني، الحضرموت، الحضرامي، كل دي اسماء للرز المندي. تعالوا نعمل التتبيله بتاعته وبعدين نرجع نشوف ايه المكونات. بهارات المندي بتاعت اللحوم. اول حاجه فيها الكركم، البابريكا، فلفل اسود او ابيض، كمون بلدي، قرنفل، حبهان حصى، زنجبيل صيني، زعتر بلدي. كده يبقى احنا عملنا التركيبه كلها كامله اهي. دي كده بهارات المندي قبل الطحن، اللي هي بقى بتاعت حضرموت واليمني. ده كده شكل البهارات بعد الطحن. ان شاء الله اللهم بارك. بصراحه انا ما عملتهاش بقالي سنين، ريحتها جميله جدا. ورجعنا لكم مره تانية بعد ما عملنا بهارات المندي. قلنا التكات بتاعتها اللي هي موجوده فيها، مفيش فيها اختلاف كتير غير موضوع الزعتر. احنا ننهي الحلقه النهارده بالبهارات المندي زي ما هي، وهنصور حلقه تانية كامله. هنجيب الاربع انواع من بهارات الرز، الكبسه والمندي، الزعفران، البخاري، الكبسه. هنجيب كل الانواع وهنقول الفروق بتاعتهم، ونعرف امتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي. اشوفكم على خير في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.